السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة مع بعض صينية بتنجان، بس ايه تحفة، حاجة كده جميلة جدا وسهلة جدا. هنجيب الاول حوالي 3-4 معالق زيت ونحطهم في الطاسة، وهنجيب بتنجان. ده بتنجان رومي بس صغير، قطع حتة منه من تحت زي قاعدة كده. انا مقشراه مضلعاه، حابة انتي تقشريه خالص تمام، حابة تطلعيه زي ما انا ما ضلعته كده مفيش مشكلة. خلاص، وعملت قاعدة زي ما احنا شايفين كده، وشوحته في شوية زيت الصغيرين دول. انا هغطي عليه عشان انا عايزاه يستوي على البخار بتاع الطاسة، مش عايزاه يستوي في زيت خالص. لو انا حطيته، لو انتي حابة تعمليه في زيت بس زي ما بنيل البتنجان العادي تمام، بس انا طبعا حبيت تبقى اكلة بسيطة وموفرة وفي نفس الوقت خفيفة على المعدة، ما تبقاش فيها زيت كتير. تمام كده، انا هفضل اقلب يمين وشمال وفي كل الجهات واسيبه يتحمر وايه، وبرده طول ما انا بعمله بغطي عليه عشان عايزاه طري مش عايزاه ناشف. تمام كده، فاول لما هيطرى معايا، اللي هلاقيها بتطرى معايا، هبدا اطلعها لغايه لما اخلص الكميه كلها. مش عايزاه كمان يتحرق، وفي نفس الوقت يتقلب باستمرار عشان ما يبقاش ناشف، لان طبعا هو لو بقى ناشف معايا مش هيبقى حلو. خلاص كده، انا هفضل اشوح او احمر الكميه كلها. المهم ان انا مطلعهاش الا لما تكون طريه، وزي ما احنا شايفين احنا محطيناش الا معلقه زيت واحده بس على اللي احنا حطيناهم في الاول. هنا دي البتنجان اللي انا طلعته من البتنجانيه نفسها اللي انا كنت عاملاها قاعده، دي قطعتها قطع صغيره كده وهشوحها في معلقتين زيت. تمام. لو انت البتنجان الرومي بتاعك كبير هتقطعي البتنجانيه نصين، لو انت البتنجان الرومي بتاعك صغير يبقى هتشيلي حته صغيره كده من الجنب عشان نعمل زي قاعده او زي مكان نجوف منه البتنجانيه. خلاص كده، احنا نفضل نشوح في البتنجان لغايه لما ياخد لون معانا. هو كده شرب الزيت منه بس كده مش محروق، هو كده كل حته متغلفه بالزيت، فاحنا مش محتاجين نزود زيت تاني. خلاص، قد ايه الاكله دي اقتصاديه فعلا وقد ايه هتعجبكم. هو البتنجان غالي شويه الايام دي، بس ايه، بس الى حد ما احسن من حاجات كتير، وفي نفس الوقت النتيجه في الاخر هتبهرنا جدا وهتبهر الولاد. خلاص، احنا نبدا نشوح كده لما يتشوح وياخد لون معانا. خلاص، هو هياخد لون كده، نروح حاطيله معلقه توم كبيره. لو انت ما عندكيش توم مهروس حوالي 3 فصوص توم تدقيهم وتحطيهم عليهم. مجرد يتشوحوا هروح ضايفه بقيه المكونات، نركز مع بعض عشان هي ولا فيها تكات ولا فيها اي حاجه، هي حاجه سهله كده وخفيفه. ضيقه فلفلايه حمرا انا مقطعاها، ومعاها فلفلايه شطه، فلفل حار يعني. خلاص، حابه تحطي فلفل اخضر حار تحطي فلفل احمر اللي يريحك. انا اللي كان عندي قرن فلفل احمر، واحط دلوقتي عليهم كمان فلفلايه خضرا رومي. خلاص كده، انا ما كترتش، هي كانت حرقه شويه لان قالوا ان الفلفل الحار بتاعي كان حراق، فانا طبعا مش هكتر الفلفل الحار عشان الولاد. خلاص كده، انا هحط الفلفلايه الخضرا دلوقتي وهكمل التشويح بتاعها. هتشوح تشويحه صغيره، احنا مش محتاجين نشوح اول حاجه. وهضيف عليها دلوقتي، هضيف جزره مبشوره، دي كانت عندي في الفريزر. انا ببشر الجزر وبحطه في كيس واحطه في الفريزر، معملش فيه اي حاجه. ودي حته لحمه معصجه، دي حته ما تكملش 100 جرام، دي حته انا معصجاها واخداها من كيس عندي في الفريزر وحطيتها، واغطي عليهم عشان يفكوا تلج ويتقلبوا في وسط الخليط. بص بقى يا حلوين، لو انا ممكن اعملها بالبشاميل يبقى انا كده تمام، الخلطه كده بتاعتي جاهزه، بس انا النهارده هعملها بالطماطم. فهضرب طماطميتين في الخلاط وهحطهم على الخليط وهسيبهم يشربوا من بعض. وعندنا بهارات بسيطه جدا، رشه كمون، رشه فلفل اسمر، رشه كزبره، طبعا بالمقدار اللي انتي بتحبيه. وطبعا ملحت الاكله، انا ما كنتش حاطه على البتنجان ده ملح، خلاص انا عاملاه من غير ملح. لو انتي حاطه البتنجان في ملح هتراعي حاجه زي كده. خلاص، انا سبت كده الخلطه على النار وجبت البتنجان عشان ابدا اعمله التجوفات اللي انا عايزاها. هعمله كده بالشوكه زي ما احنا شايفين. بص، البتنجانيه طريه معانا خالص اهي، هنجوفها بالشوكه زي ما احنا شايفين، وهنحطها في الصينيه اللي هنعمل فيها. تمام كده، من غير اي حاجه تحتيها ولا اي حاجه. هو كده كده البتنجان فيه نسبه زيت بسيطه فمش هيلزق.
خلاص انا خدتها كده. انا كده كنت عملت الكمية كلها وحطيتها في الصينية بتاعتي زي ما احنا شايفين كده، وهبدأ ادوس عليها تاني بالمعلقة عشان ازود التجويف. انا هنا ما فضيتش قلب البتنجان لان انا عايزة البتنجان يبقى قلبه مليان، يعني لما نيجي ناكلها نبقى نشبع منها، سواء نحطها على رز او سواء نحطها ناكلها بالعيش او ناكلها كده بس نحس بطعم البتنجان، ما نحسش ان البتنجان فاضي او فيه جلدة بس. خلاص كده هو فعلا كان طعمه لذيذ جدا. ودي بقى حاجة كده من روايح رمضان وصواني رمضان، قد ايه جميلة وقد ايه سهلة وقد ايه موفرة جدا. يعني لازم برضو يبقى عندنا تنوعات في سفرة رمضان او في غير رمضان، لازم نبقى الاكل عندنا دايما متنوع وشكله حلو وبنفس التكلفة تقريبا. انت لو عملتي صينية مسقعة هتعمليها بنفس التكلفة، هي شوية الصلصة والطمية وشوية الخضار، شوية قرن فلفل اللي هتحطيه. تمام كده. وطبعا حتة اللحمة اللي احنا حطيناها ما تحسبش، يعني انت لو عملتي كفتة هتعمليها صباع ولا صباعين كفتة، فهي حتة صغيرة جدا بس بتدي ريحة وطعم حلو. ونوهم الولاد كمان ان احنا مأكلينهم بتنجان باللحمة يعني. خلاص كده انا هبدأ احشي البتنجان كله، عاملة قلبه كويس. تمام كده. وهنفضي الخليط كله اللي معانا على الصينية زي ما احنا شايفين. هو كده في الصلصة بتاعته وفي الحشوة بتاعته وفي كل حاجة، مش محتاجة يتزود اي حاجة خالص. بصي اصلا من غير ما ندخلها فرن ومن غير ما ندخلها اي حاجة هي اصلا شكلها يفتح النفس، جميلة جدا. والطعم بصراحة كان تحفة. كان نفسي اصور لكم الولاد هما بياكلوها معجبين بيها قد ايه. بجد حاسه حاجة مختلفة وحاجة متنوعة وطعمها جميل. ولو عندي كمان عزومة في رمضان هقدر ان انا احطها على سفرة او احطها في العزومة. لا اكلة متكلفة وجميلة وتفتح النفس وهتشرفني كمان قدام ضيوفي، رغم ان هي تكلفتها بسيطة وفي نفس الوقت ما خدتش مني مجهود كبير، كلها بحاجات بسيطة وموجودة في البيت. تمام كده. انا كده بالنسبة لي الصينية خلصت، بس الحتة دي ما تصورتش، انا حطيت عليها جبنة من فوق. انتي حابة تضيفي جبنة ضيفي، مش حابة خلاص. بس انا بنتي كانت واقفة جنبي قالت لي ماما حطي عليها حتة جبنة، فقلت احط لها حتة جبنة ايه عشان ما تزعلش. انما هي كده انا بالنسبة لي كده حلوة قوي. خلاص. وهندخلها الفرن ونسيبها لما تتشمع كلها وتشرب من بعضها. ودي النتيجة بعد ما طلعت من الفرن، رشيت عليها عود بقدونس وخلاص على كده. بجد جميلة شهية تفتح النفس. لا انا كنت مبهورة بيها ومبسوطة بيها جدا، او انا مش اول مرة اعملها بس لا بجد عجبتني اول مرة دي، خصوصا كمان ان انا ما حسيتش ان انا كلفت كتير. وبألف هنا وشفا، ويا رب تجربوها وتعجبكم. واللي يجرب حاجة يا ريت يبعتلي. ما تنسوش اللايك والشير واشتراك القناة اللي ما اشتركش يشترك. وهستنى تعليقكم وهستنى رأيكم في الأكل. ماشي يا حلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. استنى نسيت اقول لكم على حاجة مهمة جدا، ان احنا بدأنا نعمل في اكلات رمضان. دي كانت تاني اكلة. احنا عملنا السجق المرة اللي فاتت، حاجة برضو قلنا شبه اقتصادية وموفرة وفي نفس الوقت حاجة يعني شكلها حلو وتفتح نفس الولاد على الاكل. ولما احطها على السفرة كده احس ان انا عاملة حاجة كويسة للولاد. تمام. يا ريت بقى تبعتولي رأيكم وتتابعوا القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم على خير بإذن الله.